هل يفعل المنتخب الأردني؟ هل يسجل من خلال هذه الكرة؟ يا سلام! راحت صاروخية من بطاها أطرقك إلى تعود، أطرقك إلى تعود إلا بفرحة، إلا بابتسامة صاروخية من بطاها. النشامة يسجلون أولا، النشامة يضربون أولا، النشامة يفرحون أولا. على هدفها، على كرة يا بطاها، هذه راحت لبست في قدمها، سكنت الشباك. صاروخية من محمود بطاها يسجل أول الأهداف، بل أجمل الأهداف، أجمل الأهداف يا بطاها. صاروخية من بطاها، يا بطاها، يا على كرة راحت لكي تفرح النشامة، راحت لكي تسعد النشامة، راحت لكي ترسم البسمة على محيا النشامة. هنالك في الرمتة ولا في أربد ولا في عمان، وسلام الله على الرمتة، وسلام الله على أربد، وسلام الله على عمان، وسلام الله على الأردن من أقصاها إلى أقصاها. الملعب سيحاول من أجل العودة، والكرة العرضية تتخلص هذه وتبعد، ضربة موجودة ثم التسديد. يا سلام! صاروخية مرة أخرى، هذه المرة فعلها النشمي، فعلها النشمي، والنشامة لا يرون إلا الابتسامة، النشامة لا يرون إلا الابتسامة. هذا شعارهم في هذه الليلة. يا لها من ضربة، يا لها من لعبة، يا لها من صاروخية سكنت شباك المنتخب الكويتي. ثنائية من سعد الروسان، هدف يأتي ويذكرنا بأيام زمان، أيام زمان يفعلها سعد الروسان والنشمي. والبداية القوية، البداية القوية المختلفة في شوط المباراة الثاني. شوط يبدأ بهذه الكيفية للمنتخب الأردني، والثنائية للأردن، ثنائية للأردن. المنتخب الأردني لا يرى إلا الانتصار يا عيد الرشيدي، لا يرى إلا الانتصار يردد في هذه المباراة وفي هذا اللقاء على الهوارة. هواري يا ريتك يا نصيبي تجي داري، يا ريتك يا البطولة تأتي إلى خزائننا. تعود لنا محاولة، عيد نقلة عرضية بالراس، يا سلام! الأزرق لا يرمي المنديل، لا يرمي المنديل. المنتخب الكويتي يقلص الفارق ويشعل الدقائق المتبقية، يولع الدقائق المتبقية. هذه الكرة العرضية من عيد، عيني يا عيد على التمريرة، يا سلام على التمريرة وعلى الرأسية الرائعة من اللاعب يوسف ناصر. هو هدافهم يوسف ناصر، هو هدافهم، ارتقى في العالي. تذكر ان هذا المركز تواجد فيه الهويدي جاسم، وبهذا الرقم تألق جاسم. علوان وسليمان عبد الغفور، علوان تقدم، وضعها علوان بكل هدوء، سجلها هذا الأردني الفنان، هذا الأردني الفنان. المدرج يغني لهم بصوت عالي، الأردن فوق، وباسم النشامة ما يرضون بغير الانتصار، ما يرضون بغير الغالي والعالي. يسجلون الآن الهدف الثالث، ثلاثية أردنية، والنشمي يضرب مرة أخرى بهدف ثالث، بهدف ثالث في شوط المباراة الثاني في اللحظات الأخيرة، بهدف في صرخة أخيرة في هذا اللقاء. وأيادي توضع على الرؤوس، كلنا معاك يا الأزرق، لكن الفرحة للشقيق، نعم الآخر شقيقكم المنتخب الأردني اللي يسجل هذا الانتصار وهذه الفرحة بابتسامة ورقصة في المدرج وفي أستاذ أحمد بن علي الملعب اللي